السلام عليكم، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ مزيانين ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. هذا الفيديو هذا فيه روتين العيد الاضحى المبارك، الله يدخلوا عليكم بالصحه والسلامه والشي رزق ان شاء الله. كما كتشوفوا معايا هذا صباح العيد نضنا من الحويجات ديالنا جدادين. المهم التقاليد ديالنا هي هذه. صافي مباشره عملت الفطور كما كتشوفوا. عندي هنايا بغريب ما شاركتش معكم الصراحه مقادير، دابا نشاركها معكم في شي فيديو اخر ان شاء الله يا ربي. ما بغيتش هذا الفيديو يجيني طويل بزاف. صافي كما كتشوفوا معايا هنايا عملت بغريب، هي بدات كطيب تبارك الله. صافي وجدت فطور، نزلنا فطرنا كما كتشوفوا. الطبيله ديالي هي هذه الطبيله المتواضعه. شاركت معكم حتى هاد الكيكه غادي نخليها لكم في واحد فيديو اخر ان شاء الله يا ربي. الصراحه جات غزاله، وحتى ديك الحليوات متواضعين حتى هما غادي نشاركم معكم كل حاجه فيديو ديالها بوحديتو باش ما يجينيش شي حاجه طويله. صافي من بعد ما فطرنا هنا الراجل ديالي طلع الحاولين السطح باش يذبحوه كما كتشوفوا. صافي هنا صراحه ما طلعتش معاه حتى سالا غعادك طلعت هنا كان سالا الذبيحه وداكشي. مباشره هوتنا الدار، عملنا عندنا مجمر وضروري عشاوات بنتي ما نساوهاشي كما كتشوفوا. ما نهربوش الى التقاليد ديالنا شحال هادي. صافي هنايا جيت لهاد الكبده هادي قطعتها النص عملت به هيدا قطيبات والنص طيبته في الطويجن كما عاد تشوفوا معايا. صافي وغديتهم على ديك فحم يطيبوا. صراحه كتجي الحاجه على فحم غزاله ماشي بحال البوطه دغيا كطيب داكشي وما كيطيبش هو هذاك بحال الفحم. حتى المذاق سبحان الله كيجي حسن ما بوط على الغاز. صافي هنا غادي نبقى نقطع هذا الشيء. وكرشه في نفس الوقت كانت عندي في الخال وملح والليمون. ما بينتش معكم في هذا الفيديو بزاف الحاجات الصراحه الله ما كان كيزيان لي كنصور كننسى التصوير حتى كان سريعه اللي كنتفكر، ولكن ماشي مشكل. بالنسبه للكبده كما قلت لكم كل مره كيفاش كنعملها، بحال العام اللي فات صوتيتها شويه في المجمر عاد عملتها في الطويجن. هاد العام عملتها هكذا كما كتشوفوا، قطعتها طريفات. صافي عملت لها الثومه قزبر شويه د مليحه شويه زيت بلديه وشويه الكمون. صافي وشويه فلفل غبره. وحتى الطويجن بنتي ما نسيناهش، حتى هي عملت عشاوه ديالها، حتى هي عملت الكبيده ديالها الطيب. صافي من بعد قست نديك كبده اخرى كما شفتوا معايا. ديك الطويجن بنتي هي كتعمل، انا كنعمل لها العطريه وهي كتعملها. صافي هذيك بالنسبه لكبده القطيبات عملت فيها معدن الصراحه الله والابزار والسكينجبير والخرقوم، بدلت لها العطريه على الطويجن كما كتشوفوا. صافي هنا غادي نبدا الطيب مباشره. غادي ندوز نعدل واحد الشليده اللي غادي نرافقه معها الطويجن هذا باش نتغداو بها ان شاء الله يا ربي. كما كتشوفوا عندي هنايا الروز، زدت عليه هنايا مايونيزا والذره والثوم والعطريه كما كتعرفوا، الابزار مليحه والزيت. صراحه عملت الزيت الزيتون، بغيتي نعمل زيت اخرى كما عاد تشوفوا معايا. صافي هنا يعني عملت عيش ليده هيدا مخلطه شويه د البابا شويه د الجعيده شويه د البطاطا هكذا وصافي.
كما كتشوفوا هذه هي الشليده ديالي متواضعه الصراحه الله وماشي مكلفه. صافي هنا كنت عملت في الليل عملت كنت الفلان اللي معروف عنا فلان رويال الحليب شويه دهولاله كما كتشوفوا معايا. عملته في هذا المول هذا صراحه على شكل ورده جا مزيون. هنا غادي نزينو بشويه الفواكه كما تشوفوا معايا. وهذه هي الغديوه ديالي. كنتمنى تنال اعجابكم. ما تخلوش عليا في هذا الفيديو بلي لايك وبشي كومونتير تحفيزي. صراحه هادشي متواضع جدا كما كتشوفوا معايا. وكل واحد خير في دارو كما كيقولوا. والله يرزق كل واحد اللهم اديمها نعمه واحفظها من الزوال يا رب. صافي هنايا كنت ساليت. هنا غادي نسربي الغدا كما كتشوفوا. انا باقا كنزين هنا كيعجبني صراحه نتفنن في الحاجه. صافي هنايا نزلت الغدا ديالي المتواضع جدا. هذاك الليمون حتى هو غادي نشاركو معكم فيديو ديالو بوحديتو كما شفتوا معايا. ديك الكبده نص شويتو كما شفتوا نص طيبتو. وهنايا كما كتشوفوا وصلت العشيه وصلت ميريندا وكنجن عندي الاخ ديالي الله يحفظو ليا ربي يوفقو. حيتاش اول عام كنجوزو في الدار ديالي الصراحه. دائما كنجوزو في الدار د عكوستي اولا في الدار ديالنا. هاد العام اول مره غادي نجوز العيد هنايا. صافي جاي يبارك عليه العيد قبل ما نمشي عندهم. وهنا كيسالي الفيديو ديوما. بالنسبه للعشاء حنا كنعملوا الكرشه. اللي كيسقسينا على العشاء شنو كنعملوا حنا كنعملوا الكرشه. تلاقاو فيديو جديد ان شاء الله.